أهلا بيكم في فيديو جديد هنقول فيه أخبار النادي الأهلي النهاردة وأحدث ما على الساحة المستديرة. أعمل لك الفيديو ده واشتراك في القناة وتابعنا يوميا إن شاء الله في أخبار الأهلي الصباحية والمسائية. أول خبر معانا بيقول إن الأهلي بيغلق ملف الصفقات ولن يتم التعاقد مع لاعبين جدد. كمان الأهلي بيمهل قاسم باشا التركي 48 ساعة لتوقيع العقود في صفقة كوكا، والأهلي بيرغب في أن يكون 750 ألف دولار على قسطين. كمان كل ما تم داوله عن نية الأهلي في رحيل أشرف داري غير صحيح، الأهلي متمسك باستمرار أشرف ولا يوجد نية لرحيل اللاعب. عرض الأهلي على أوليو ديانج راتب قدره 1,200,000 دولار للموسم الواحد، وعرض الأهلي بيتضمن زيادة 100,000 دولار في الراتب من الموسم الثالث للموسم الخامس. أوليو ديانج وافق على العرض المادي، لكن هناك خلاف على مدة التعاقد. الأهلي بيرغب في أن تكون مدة التعاقد 5 مواسم من بينهم الموسم الحالي، بينما يرغب أوليو ديانج أن يكون مدة التعاقد 3 مواسم بس. الأهلي أكد أن في حالة التوقيع ل3 مواسم بس لن يتم تطبيق بند الزيادات في الراتب. الأهلي كمان بيوافق على بيع مصطفى البدري لنادي بتروجيت، وعقد خوسيه ريبيرو جلسة مع محمد الشناوي وأبلغوا فيها بأنه هو الحارس الأساسي وإن نظامه الفني ليس به مداورة في مركز حراسة المرمى، لكن في نفس الوقت بيرغب ريبيرو في وجود مصطفى شوبير في أتم جاهزية فنية، لذلك سيأخذ وقتا للمشاركة بصفة أكبر من عدد مشاركاته بالمواسم السابقة. الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بإعلان مديونيات الأندية ومعايير الجدولة الخاصة بها لتطبيق مبدأ الشفافية. تجاوز تجاوز لأكثر من 5 سنوات الأهلي بيشكو مصطفى يونس للمجلس الأعلى للإعلام. بدأ مروان عطية التأهيل في تدريبات الفريق الأحمر استعدادا للموسم الجديد. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم اعتبارا من انطلاق مباريات الدوري لموسم 2026 إن شاء الله. بيلعب منتخب مصر الشباب ضد منافسه المغرب وديتين يوم 13 و15 أغسطس استعدادا لكأس العالم للشباب في تشيلي. شوبير: قد يكون هناك عرض احتراف اليوم للاعب آخر في النادي الأهلي وهو رضا سليم. لاعب الأهلي المعارين للأندية حتى الآن: كريستو للنجم الساحلي، وكريم الدبيس لسيراميكا كليوباترا، وعمر الساعي للمصري، سمير محمد بتروجيت، عبد الرحمن رشدان مودرن سبورت، يوسف عبد الحفيظ فاركو، معتز محمد حرس الحدود، وأحمد وحيد غزل المحلة، وأحمد قباقة زد اف سي. النهارده كمان اتلعب شويه ماتشات في اوروبا، منها برشلونه كسبت دايجو 5-0، وليفربول على اتلتيكو بالباو 3-2، وليفربول كمان لعبت اتلتيكو بالباو للمره الثانيه في نفس اليوم وكسبوا 4-1، ويونايتد وايفرتون 2-2. ولهنا تكون خلصت اخبارنا اليوميه الصباحيه. استنونا في اخبارنا المسائيه، ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه. سلام.